العد التنازلي خلاص للهلال السوداني، الأهلي والهلال السوداني على استاد القاهرة. اشهد يا تاريخ، هيشهد عليكم استاد القاهرة يا هلالوية. الهلال السوداني النهاردة بيفرهد من حجم الجماهير الأهلاوية اللي هتكون متواجدة في استاد القاهرة. جه رئيس نادي الهلال السوداني وحمسهم شوية. طبعا حماس الجماهير هو اللي هينشط الفريق، هو اللي هيعمل حالة للمباراة، هو اللي هيهمد لعيبة الهلال السوداني اللي أكيد طبعا وفاهمة إن النادي الأهلي خلاص صعد لدور الثمانية، ما هو إلا غير مباراة تحصيل حاصل يفوز الأهلي بأي نتيجة وخلاص. بس المهم النتيجة ما تكونش عالية أو سكور على الهلال السوداني بعد ما عمل مباريات قوية في دوري المجموعات يجي يخسر بسكور كبير يضيع اللي عمله طول فترة المجموعات اللي كان بيلعبها. وهو ده اللي هيحصل من النادي الاهلي في الهلال السوداني بالفعل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. يا ريت اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من القناه المتواضعه دي الضوء والدجى. الهلال السوداني النهارده طبعا خاض تمرينه عندنا على استاد القاهره. ابو 20 هيعمل ايه امام 50,000 مشجع؟ ابو 20 هيعمل ايه امام طفرة من هجوم النادي الأهلي على الهلال السوداني ولاعيبة الهلال السوداني؟ ومارسيل كولر عامل مفاجأة مدوية للهلال السوداني. الهلال السوداني هيشيل سكور من النادي الأهلي، وأنا متأكد من كده لأن الهلال السوداني هو اللي جابه لنفسه. حرب نفسية من الهلال السوداني على سوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام، يوتيوب على النادي الاهلي، واحنا كنا منشغلين مع المنتخب الوطني اللي الحمد لله حاليا اول المجموعه منتخب مصر. مباراه غينيا امام مصر لو تعادلنا الاثنين خلاص صعدنا احنا الاثنين وصعدنا احنا اول المجموعه. انت كسوداني شجعت السودان، عندك السودان طب وصلت لحد فين عندك؟ انت عامل حرب نفسيه على النادي الاهلي على سوشيال الميديا. وعندنا احنا المنتخب بيلعب اللي هو اهم من الاهلي ومن الزمالك طبعا ومن 60 نادي زي الهلال السوداني. المفروض انك انت تشجع نادي الهلال السوداني وتشجع المنتخب بتاعك، مش تعمل حرب نفسيه اثناء المنتخب بتاعنا ما بيخوض مبارياته في تصفيات كاس افريقيا. انما الهلال السوداني ما عندهوش جديد. الحرب النفسيه دي تعملها مع حد غير النادي الاهلي، مع حد غير بطل افريقيا، مع حد غير نادي القرن الافريقي. ما تعملش حرب نفسيه وانت خسرانه. انت جاي القاهره عشان تاكل سكور من النادي الاهلي. ما تعملش حرب نفسيه وانت جاي تلعب مع البطل، مع الفريق الزعيم، زعيم افريقيا او صقر افريقيا، تعمل معاه حرب نفسيه على الفيسبوك والصفحات بتاعتك وصفحات الهلال السوداني اللي ملهاش اي 30 لازمه. لما تتكلم على النادي الاهلي، تتكلم على لعيبه الهلال السوداني، تتكلم براحتها، وانما تتكلم على تحقير النادي الاهلي لا طبعا. الصفحات ملهاش اي 30 لازمه امام النادي الاهلي ولا جماهير النادي الاهلي. واخدتوا اللي يكفيكم على الصفحات دي، وكلام تقيل جدا جدا جدا. لا تعرفوا تردوا ولا تعرفوا تصدوا، ولا ابو 20 حتى هيعرف يصد حاجه امام النادي الاهلي. وبالنهايه المباراه تفصلنا يوم السبت امام الهلال السوداني في استاد القاهره المخيف.